الفيلم لو عجبكم هنعرف من تعليقاتكم واشتراكاتكم، واكيد وقتها هننزل لكم افلام اكتر هتعجبكم. الفيلم بيبدأ في اليابان، بالتحديد في مدينة هيروشيما، وبنشوف هناك بنت صغيرة جميلة ومتفائلة اسمها سوزو. والبنت دي مع إنها كانت بتدرس وموهوبة في الرسم ومميزة وسط زمايلها، لكنها كمان كانت بتساعد أهلها في شغلهم وبتوصل الطحالب للزباين. وفي يوم وهي راجعة بيتها بعد الشغل بتتوه في الطريق وبتقابل شخص غريب وبيعرض عليها يوصلها، ولأن البنت صغيرة بتوافق، بس بتلاقي مع الراجل ولد صغير وبيعرفها إنهم مخطوفين. وبسرعة سوزو اتصرفت وهربت هي والولد من الراجل ورجعت بيتها أوام. وفضلت سوزو تفتكر الموقف ده وهي شاكة بين نفسها إنه كان حلم أو خيال. وبيعدي الوقت وبيجي العيد، وده اليوم اللي عيلة سوزو بيزوروا فيه جدتها وبيروحوا لها وقت الجزر وبيرجعوا بيتهم قبل المد. وبتعيش سوزو أجمل أيام حياتها وسط عيلتها. ولما بترجع مدرستها بتقابل صديقها ميزوهارا اللي كان دايما زعلان بسبب فراق أخوه اللي مات وقت شغله في البحرية. وبعدها بتعدي سنين كتير وسوزو بتفضل البنت الجميلة اللي كل العيلة بتحبها. وبيجي اليوم اللي توصل فيه لسن الجواز وبيجي لها عريس، وعيلتها بيسيبوا لها حرية الاختيار تقبل أو ترفض براحتها، وخصوصا إن العريس ساكن في كوريا ولو وافقت يبقى هتضطر تبعد عنهم. وقتها سوزو بتقابل العريس واللي كان اسمه شوساكو وبتحبه من أول نظرة وبتقرر تتجوزه. وفعلا بعد وقت قليل بتسافر سوزو وعيلتها كوريا وبتتم هناك مراسم الجواز. وبتقعد سوزو في بيت جوزها مع عيلته، ووالدته بتعتمد عليها في كل حاجة تخص البيت من أول يوم جواز. ومع إن سوزو بتشيل مسؤولية كبيرة لوحدها لكنها بتكون مبسوطة وراضية بحياتها لحد ما بيجي عليهم يوم ما طلعت لهوش شمس وبتوصلهم كيكو أخت شوساكو ومعاها بنتها مورا. وده بعد ما اتخانقت مع أهل جوزها اللي مات وقررت تقعد عند أهلها شوية تهدي أعصابها. ومرت الأيام وكيكو بتهدي أعصابها وبتحرق في دم سوزو وبتتنمر عليها وعلى شكلها وتصرفاتها. والبنت الغلبانة سوزو آخر ما زهقت استأذنت جوزها وأخدت هدومها وراحت تهدي أعصابها عند أهلها في اليابان. في الوقت ده كان شوساكو مشغول في شغله في البحرية لأنها كانت فترة حرب، وسوزو قضت وقت مع عيلتها واستعادت كل ذكرياتها، بس ما قدرتش تبعد كتير عن شوساكو ورجعت كوريا. ومع الوقت علاقتها اتصلحت بكيكو وحياتها استقرت تاني. وساعتها كيكو سابتهم ورجعت لأهل جوزها، ورجعت سوزو تهتم بعيلة شوساكو وتتولى مسؤولية البيت، واللي كان أهمها إنها توفر الأكل والوجبات علشان فترة الحرب. ومعدش وقت كبير وزع خبر إن الجيش بيزيل بيوت كتير، واللي كان من ضمنهم بيت كيكو اللي أخدت خشب بيتها وراحت لبيت أهلها. وبكده استقرت هي وبنتها مع سوزو في البيت، بس ده ما خلقش بينهم مشاكل تاني لأن الوقت ده كان أصعب فترة في كوريا بسبب ذروة الحرب والغارات. وشوساكو استغل أخشاب بيت كيكو وبنى بيها ملجأ من القذائف، ومع الوقت ما بقوش بيخرجوا منه وفضل الوضع بيسوء في كوريا. بس ده ما قللش من حب شوساكو لسوزو ولا من اهتمامه بيها. وفي يوم أخدها يفسحها، بس للحظ كانت كل أماكن الترفيه مقفولة وحولوها لاستراحة لجنود القوات البحرية لمدة يوم. وطبعا سوزو وشوساكو رجعوا للبيت على طول، وهناك وصلت لهم مكالمة من ميزوهارا صديق سوزو وطلب منها يرتاح في بيتها لأن كل الأماكن اتملت ومفيش مكان ينام فيه. وطبعا سوزو رحبت بيه وشوساكو جهز له الملجأ علشان ينام فيه. وتاني يوم سوزو ودعت ميزوهارا وهو رجع لشغله في البحرية. وبنعدي كام يوم وسوزو وعيلتها بيقلقوا لأن أبو شوساكو بيتأخر وما بيرجعش من الشغل، وبيعرفوا إن حصل هجوم على مصنع الأسلحة اللي بيشتغل فيه. ومع إن الدولة خرجت من تحت أنقاض المصنع متوفيين كتير ومصابين أكتر، إلا إن شوساكو ملقاش باباه من ضمنهم وبقى في تعداد المفقودين. وبعد وقت قليل من حزن العيلة بتوصل رسالة لشوساكو وبيتم تكليفه في البحرية بعيد عن مدينته، وبيبقى مضطر يسيب عيلته ويسافر. وبكده والدة شوساكو بتقعد لوحدها في البيت مع كيكو وسوزو. لكن يشاء القدر وقتها توصل لهم معلومة عن أبو شوساكو ويعرفوا إنه عايش وبيتعالج في المستشفى. وفي يوم وسوزو رايحة تزوره، مورا بتصمم تروح معاها، ولما جدها بيشوفها بيتمنى إنها كانت تسافر مع أهل باباها بدل ما هي معاهم وقت الحرب. وبعدها بتروح سوزو ومعاها مورا، بس وهم في الطريق بيحصل هجوم عليهم وبيضطروا يدخلوا ملجأ ويستنوا فيه لحد ما الهجوم ينتهي. وبعد وقت بيخرجوا من الملجأ وبيكون المكان حواليهم اتدمر، ومورا بتلاحظ سور القوات البحرية اتكسر وبتصمم تقرب تشوف السفن. وقتها بيوصلوا الجنود وقبل ما يحذروهم ما يقربوش من المكان بتنفجر قنبلة وبتموت مورا وبتقطع ايد سوزو. ومن هنا حياة سوزو بتنهار وبتحس بالعجز، ده غير لوم كيكو ليها طول الوقت وانها السبب في موت بنتها. وعلى الرغم من ان والدة شوساكو كانت دايما بتراعي سوزو، لكن هي
حالتها كانت بتسوء، وخصوصا مع زيادة الحرب والغارات الجوية عليهم، وعلشان كده طلبت من شوساكو ترجع هيروشيما لأهلها، وهو وعيلته ما قدروش يرفضوا. حتى كيكو صعبت عليها سوزو وقربت منها وتقبلت وفاة مورا. وفي يوم الناس كلها في كوريا حسوا كأن في زلزال، وسمعوا صوت انفجار جامد، ولقوا سحابة غطت الجو، وعرفوا ان ده بسبب القنبلة النووية اللي اتحدفت على هيروشيما. وقتها انهارت سوزو وحاولت تسافر لأهلها، لكن ما عرفتش، لان اللي كان بيسافر هم فرق الانقاذ وبس. والشعب الكوري وقتها اتحد، ورغم قلة الموارد والمؤن عندهم الا انهم صنعوا احذية من القش لأهل هيروشيما وبعتوا لهم كل اللي يقدروا عليه. وبعد ايام قليلة الشعب الكوري كله اتصاب بخيبة الامل، لانهم سمعوا خبر ان اليابان استسلمت وخسرت الحرب. وطبعا الشعب كان استحمل كل مساوئ الحرب، وفي الاخر من غير فايدة. وبعد وقت واول ما سمحوا للناس يزوروا هيروشيما، سافرت سوزو وما لقتش غير اختها، وبقي اهلها ماتوا وقت القنبلة. وسوزو شافت اهل المدينة وهم بيدوروا على اهلهم وسط الانقاض. ساعتها وصل لها شوساكو وعرفها انهم استغنوا عنه في الشغل، لان بعد الحرب ما بقوش محتاجين جنود في البحرية، وعرض عليها يعيشوا في اليابان، لكن سوزو رفضت وقررت ترجع كوريا. وقتها شوساكو اعترف لها انه بيحبها من وقت ما انقذته من الراجل الغريب اللي خطفهم زمان. وسوزو ما صدقتش ان الولد الصغير هو ده جوزها شوساكو، واخدته وراحوا محطة القطر، وهناك قابلوا بنت صغيرة عرفوا منها ان مامتها ماتت وقت القنبلة وبقت لوحدها، وقرروا ياخدوها معاهم ويربوها. وبيخلص الفيلم لما بتوصل سوزو وشوساكو كوريا وبيعرفوا عيلتهم على بنتهم الصغيرة. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة، ونحب نعرف رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وياريت تكتبوا لنا اقتراحاتكم لأفلام جديدة.